السلام عليكم. وزي ما انتم شايفين في العنوان، النهاردة هنعمل تحدي مذاكرة 100 ساعة، بمعنى ان احنا نشوف النهاردة مثلا ذاكرنا 10 ساعات ونخصم ال10 ساعات دي من ال100 ساعة وهكذا. بس ان شاء الله هنذاكر اكتر من ال10 ساعات النهاردة. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا كمان هتدخلوا معايا التحدي دوا وتكونوا معايا. مثلا انا هنزلكم اول فيديو هكون مثلا ذاكرت مثلا عدد ساعات معين، انتوا تكتبوا له مثلا احنا ذاكرنا عدد ساعات كذا علشان نشجع بعض وهكذا. واول يوم ليا في التحدي بدأت المذاكرة من الساعة 9 بالليل. اول حاجة بدأت فيها من المهام هو ان انا ذاكرت المحاضرة الستة بتاع المستر محمد صلاح. واللي متابع قناتي طبعا عارف ان انا بنزل دايما روتينات ليا وانا بذاكر محاضرة المستر محمد صلاح، لان انا كنت فعليا حاجزة معاه جديد، مش حاجزة من اول السنة خالص. وكمان اخدت فجوة في النص كده ما كنتش بنزل. ليه؟ لان انا لما تعبت ما صورتش اصلا فما نزلتش، ورجعت لكم هبنزلكم تاني. بس انا في المحاضرة الستة يا جماعة، يعني اللي كان ماشي معايا انا حاليا في المحاضرة الستة. تمام. اول حاجة تعالوا نشوفوا معايا انا عملت ايه في المحاضرة الستة وخلصتها امتى واخدت معايا وقت قد ايه، لان انا ذاكرتها كلها بالادب والنصوص وهكذا كله يا جماعة. وعاوزة اقول حاجة طبعا لكل الطلاب اللي بيكونوا مراكمين ويقعدوا يقولوا احنا مراكمين كتير، احنا يا جماعة انا كنت مراكمة زيكم عادي وكل حاجة وما زلت مراكمة، يعني ما تفتكروش ان انا مثلا مش مراكمة، لا والله مراكمة زيكم عادي. بس اهم حاجة ان انتوا تبدأوا، يعني ابدأوا امسكوا اول محاضرة مثلا ذاكروها. ما انت مثلا لو قعدت النهاردة تقول انا مراكمة مش هتذاكري ولا محاضرة، لكن لو ما قلتيش مراكمة وقعدت تكتب اللي انت مراكماه في ورقة على جنب وبدأت بأول محاضرة فعليا هتكون طلعت من اليوم من ان انت ذاكرت محاضرة. معنى ان انت ذاكرت محاضرة احسن من اليوم يقطع ميكي، يعني يفوت خلاص اليوم وانت ما تكونيش ذاكرتي ولا محاضرة اصلا. فاهمين يا جماعة؟ يعني ما تقعدوش تقولوا انا مراكمة مش مراكمة، في الاخر التراكمات دي هتكون عليكي انت مش هتكون على غيرك. ما حدش هيجي يحوشها بدالك لما تتكلم وتقول ان غيرك ان انت وراكي وراكي وراكي، هي مش هتيجي تحوش منك. بالعكس في صحابي يا جماعة بيشمتوا اصلا والله. فانا بقول كده من باب ان انتي لو مراكمة حاجة ابدأي فيها دلوقتي، وممكن تكون دي رسالة ليكي لو انت فعليا في حاجة وراكي لسه ما خلصتهاش وتقدري تخلصيها. في غيرك بيكون مراكم غصب عنه، يعني مثلا تعب في ظروف عنده وهكذا. فانت ما تقارنيش نفسك باللي مراكم كتير، يعني فاهمين؟ خدوا انتوا باسبابكم انتوا، خدوا انتوا باشيائكم انتوا. وخلاصة الكلام هو ان احنا نحاول نلم اي تراكمات علينا. عملت ايه اول يوم ليا في التحدي؟ ذاكرت الجزء الاول في محاضرة النحو اللي هي الستة، وكمان ذاكرت شوية من الفيزياء بس ما صورتش. بس خلاصة اليوم هو انا اي نعم بدأت متأخر جدا من اليوم، بس فعليا انا ذاكرت في اليوم اللي هو الاول يوم ليا في التحدي ذاكرت 5 ساعات بس. وتعالوا كملوا معايا الفيديو للاخر ونشوف هنعمل ايه وهنخلص ايه.
وهنا يا جماعة كنت بسمع محاضرة الجيولوجيا للدكتور أحمد الجوهري. أنا سمعت المحاضرة الحمد لله، وكمان ذاكرتها وحليت عليها وسمعت الحل، وبكده كنت خلصت تاني يوم ليا في التحدي. طيب تاني يوم ليا في التحدي أخد معايا كام ساعة؟ أخد معايا 7 ساعات بالظبط. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات مين كمان داخل معايا التحدي، علشان هحط الكومنتات بتاعتكم في الفيديو الجاي. فيلا بسرعة انزلوا اكتبوا في الكومنتات انكم كمان داخلين معايا التحدي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش كمان تشيروا الفيديو علشان الكل يستفاد. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وانتظروني في الفيديوهات الجاية من باقي سلسلة التحدي.